مساء جديد وامل جديد من اسكندريه الجميله. اهلا وسهلا بيكم كل متابعيني متابعين قناه شوارع مصر. احنا فين من شوارع مصر النهارده؟ احنا في محطه العصافره، وزي ما احنا شايفين احنا بنتابع معاكم كل خطوات مشروع مترو اسكندريه خطوه بخطوه. والنقل القضبان وصل النهارده لغايه محطه العصافره، وزي ما احنا شايفين في الصورة القطار البضايع واقف في المحطة، والرفعة بتاعت السكة الحديد الونش بيقطع من قدام خالص من قبل رصيف المحطة، وبيشيل باكية باكية وبيحطها على قطار البضايع. شايفين بجد انجاز، وشايفين فعلا شغل على الارض. مفيش عطلة، مفيش تراخي. لا، فعلا الموضوع زي ما احنا قلنا ان شاء الله وقت زمني محدد، وان شاء الله مترو اسكندرية يكون خلاص حقيقة مش حلم. احنا دلوقتي قدامنا ايه في الصورة؟ قدامنا هما الباكية اهو بيقطعوها، وبعد ما قطعوا طبعا عمال السكة الحديد بيحاولوا ان هم يقللوا يعني الوزن بتاعها عشان الرفعة تشيلها، ويشيلوا كل التراب منها قبل ما تترفع وتتحط على القطر. ودلوقتي خلاص بعد ما نطفت خالص اهي، وفضيت خالص من التراب ومن التراكمات. طبعا التراكمات دي بقالها يعني اكتر من قرن. اللي ما شافش الحلقة بتاعت قطار ابو قير يشوفها عندي على القناة. فطبعا هم لما يجوا يقطعوا بيشيلوها، بتبقى للأسف يعني بجد منظر الزبالة ومنظر يعني التراب حاجة تكسف بأمانة. فطبعا هم بيحاولوا ينضفوها خالص من التراب ومن الزبالة عشان تبقى فاضية، بس عبارة عن قضبان بس، وتتشال بعد كده زي ما احنا شايفين نظيفة ومحطوطة على القطار. اللي زعلني بقى ان انا شفت يعني عيال صغيرة نباشين بيطلعوا فوق الفلنكات ديت وبياخدوا حديد قدام الناس كلها، ومفيش حد بيقول لهم يعني الحاجة ديت تبع مين ولا تاخدوها ليه. ولما جيت سألت قالك لا، ده اصل الحديد دوت مش هينفعهم في حاجة. بس ما ينفعش، يعني ما ينفعش، ديت اموال دولة. حتى لو حديد صغير، الحديد مع الكميات الكبيرة دي كلها ده ممكن يتباع فعلا، وممكن يعني يجيب فلوس. طبعا زي ما احنا شايفين اكوام بل تلال من القمامة، يمين الخط وشمال الخط. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني بعد ما يخلصوا ازالة القضبان اكيد شركات القمامة هتيجي تشيل مع شركات الهدم، والمكان كله يبقى ممهد ونظيف عشان لما تيجي شركة اوراسكوم تبدأ تعمل بقى القواعد بتاعتها والشغل الخرسانات بتاعتها. فمش هينفع طبعا يبقى القمامة دي موجودة. ونأمل ان شاء الله ان شاء الله يبقى المترو حاجة نظيفة حاجة محترمة، ما يبقاش فيه القمامة دي خالص على اليمين وعلى الشمال، ويبقى ليه سور معزول خالص عن الناس، تبقى حاجة سيفتي، حاجة منتهى الأمان ومنتهى السلاسة، حاجة عصرية حاجة نظيفة. في اسكندرية عانت كتير كتير وتستحق، يعني الشعب الاسكندري يستحق ان هو يعني يليق حاجة تبقى يعني حاجة تليق بيه فعلا. فيا رب ان شاء الله خير ونستحمل نستحمل، لان انا سامع اصوات كتير الايام دي يقول لك يا القطر وقفوه ليه، واسكندريه اتخنقت. طب ما هو يا جماعه، يعني ما هو اي حد بيعمل حاجه في شقته على الضيق، او اي حد بيعمل عمره في اي حاجه، ما هو بتاخد وقت يا جماعه. بس بعد كده بتشوف يعني مداها، وبتشوف جودتها، وبتشوف يعني فايدتها. فمعلش نستحمله مع بعض. ومشكله اسكندريه بتفرق عن القاهره، لان القاهره فيها طرق بديله يا جماعه، فيها شمال وجنوب وشرق وغرب. اما اسكندريه للاسف يعني بتحدها من الشمال البحر، ومن الجنوب بحيره مريوط، فهي ما فيهاش طرق بديله عرضيه. فده اللي بنأمله ان شاء الله، ان الطرق العرضيه تتعمل لما المترو يبقى معزول علوي، يبقى فيه طرق عرضيه تسهل. زي ما احنا شايفين الرافعه دلوقتي بعد ما خدت الجزء اللي اتقطع من قدام ونضف خالص، بيتحط اهو فوق بعض، اتنين اتنين فوق بعض. وبعد كده الرافعه بتشيلها وتوديها على القطر اللي واقف عند المحطه. انا شايف الناس لما وقفت اتكلمت معاهم بجد ناس ربنا يبارك لهم، شغالين ليل نهار. وكل سنه وانتم طيبين، خلاص قدامهم يوم والناس هتكون شغاله وهم صايمين وهم تعبانين.
فيا ريت اي حد وهو معدي حتى على وقت الفطار يديهم ازاز ميه، يديهم اي وجبات بجد يعني. دول اهلنا وتعبانين شغلهم، بس بجد يعني انا شايفهم بيشتغلوا بامانه، وبيشتغلوا بسرعه وبهمه، عشان ان شاء الله المشروع ده يتم على خير. في نهاية الفيديو بشكركم لمتابعتكم لآخر الفيديو، وبتمنى إن شاء الله لو أنت أول مرة تشرفني دي قناتكم قناة شوارع مصر مع مينا، يا ريت لايك واشتراك بالزر الأسود، ويا ريت شير للحلقات عشان توصل لأكبر عدد ممكن. واستنوني إن شاء الله في رمضان، أنا بقولها لكم أهو النهاردة أول يوم في رمضان، استنوني في سلسلة حلقات أول مرة نعملها على القناة. هتعجبكم جدا. كل يوم في رمضان الساعة 10 مساء تفضي نفسك حوالي 5 دقايق أو 4 دقايق، سلسلة احنا فين. اشوفكم في حلقه جديده وشارع جديد من شوارع مصر.